يا جماعة في شيء عم بيصير بمشفى المارتيني لازم أحكي عنه وما أسكت عنه أبدا أبدا أبدا. لكن معقول هذا الشيء يا جماعة؟ معقول الشخص عم يدخل على مشفى المارتيني بيكون أصلع وما عنده شعر، عم يطلع شعره بصير مثل عباس النوري ومثل وائل كفوري؟ هذا الشيء مو منطقي أبدا أبدا، لأنه صار في زراعة شعر بمشفى المارتيني بكادر تركي بروفيشنال ومتخصص وأعلى جودة. مو بس هيك عزيزي المتابع، بتاخذ كفالة مدى الحياة، يعني زراعة شعر بضل مدى الحياة عندك شعر. وحتى أعرفكم على التفاصيل مشوا معي. عزيزي المتابع، عم بيهر شعرك أو أنت أصلع وعندك شعرايتين ما عم تعرف تصرحهم وحياتك تقبوها كل الوقت، وحتى هدول الشعرايتين في حال صرحتهم وطلعت على الهواء عم ينتكشوا، ما إلك إلا حل واحد وسحري وكفالة مدى الحياة. ولحتى أعطيك الحل تابعوا الفيديو. اهلا وسهلا فيكم من مارتيني ديرما كلينيك من قسم زراعه الشعر اللي هو ضمن مشفى المارتيني. تفضلوا معي. مشفى المارتيني بيقدم لكم زراعة الشعر بأحدث التقنيات مع كادر تركي طبي متميز بخبرة عالية وكفاءة عالية. Herkese merhaba. Bugünkü hastamızın açıklığı çok fazla. Ön tarafında ve tepe tarafında büyük boşluklar var. Donör bölgesinden maksimum sayı alacağız. Graft alacağız. Güzel sonuçlar bekliyoruz. Teşekkür ederim. بالإضافة إلى علاج تساقط الشعر بالخلايا الجذعية لتحفيز نمو الشعر واستعادة الكثافة الطبيعية. بعد ما المريض يخلص عملية زراعة الشعر ويطلع من عنا بنعطيه استراحة يوم، وبعد هيك بنكمل معه يوميا بغسلات الشعر بيد أخصائي لإزالة القشور، وهيك بعد بنكمل معه شهريا بجلسات PRP خلال تقريبا 6 شهور، ونحن بنتابع حالة المريض تقريبا من 6 شهور للسنة ليوصل للنتيجة النهائية اللي بده إياها. اليوم مريضنا جاي من ألمانيا، هو سوري مقيم بألمانيا. بعد ما سمع عن مشفى مارتيني والنجاحات اللي قدمناها بزراعة الشعر وتابع صفحتنا، تشجع انه يعمل زراعته بمشفى مارتيني. وما شاء الله بالنسبة للبصيلات عنده البصيلات جدا قوية، وإن شاء الله بياخذ النتيجة الطبيعية والكثافة المطلوبة. وللتواصل والاستفسار تواصلوا على الرقم الظاهر أمامكم ولحقوا حالكم حتى يصيروا شعراتكم حلوين. والعنوان ما بيضيع، بالمارتيني، مشفى المارتيني، مارتيني ديرما كلينيك. مشوا معي.